لو كنت طفل عندك 9 سنين والدكتور قالك إنك مش هتطول، لو كنت بتحب الكورة أكتر من نفسك بس جسمك مش مساعدك، تفتكر لو موهبة عندك بس بلدك مش قادرة تصرف على علاجك، إيه اللي ممكن يحصل؟ تنهار ولا تتحول لأسطورة؟ اللي هنحكيه النهاردة مش عن الكورة، إحنا هنا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. ويلا بينا نبدأ. ميسي كان طفل عادي جدا في الأرجنتين، بس فجأة بدأ جسمه يوقف عن النمو. تشخيص بسيط جدا، نقص في هرمون النمو، بس البسيط ده كان معناه نهاية حلم لأي طفل بيحلم يلعب كرة قدم. العلاج حقن يومية ولسنين، والتكلفة أكبر من دخل أسرته كلها. ولكن هنا المفاجأة، الولد الصغير موقفش وما اشتكاش، كان بيرجع من التمرين يحط الحقنة في جسمه بإيده ويكمل نوم. أوقات جسمك بيقف بس روحك بتكمل الطريق. كان صغير جدا لدرجة ان بعض المدربين كانوا بيضحكوا لما يشوفوه مع الفريق، بس اول ما رجله تلمس الكورة كل الضحك بيقلب لصمت. صمت بيقول الواد ده مختلف. الولد اللي جسمه ضعيف كان بيكسر دفاعات كاملة لوحده، مش بقوته بس بعقله. اللعب بالنسبة له كان موسيقى مش تكتيك. الموهبة ساعات ما تبقاش في الشكل، بس بتفاجئك مع اول لحظة اداء. كانوا في برشلونة بيدوروا على لاعب ناشئ مميز، شافوا فيديوهات لميسي وقرروا يجربوه. أبوه خده وراح بيه لأسبانيا، لكن الإداريين هناك كانوا مترددين. طفل صغير جسمه مش قوي وعلاجه مكلف، لحد ما واحد من الإداريين قرر يمضي عقد لميسي على منديل ورق. منديل حقيقي. ومن اللحظة دي اتكتبت أول سطر في الحكاية. الفرص الكبيرة ساعات بتبدأ في لحظات شكلها تافه بس قلبها مليان نية. رغم انه بقى نجم، ميسي كان دايما ساكت، ما بيتكلمش كتير وما بيحبش الكاميرا، لان جزء منه لسه جوه الطفل اللي كان بيتحقن كل يوم، اللي دايما بيحس انه لازم يثبت نفسه كل ما رجله تلمس الكورة. النجاح ما خدش منه ألمه، بس علمه يعيشه بطريقة مختلفة. اوقات الوجع مش لازم يختفي، اوقات بس بتحول لحافز ساكت. Venía la familia, ya venía acá. Los hermanos jugaban acá. Él era chiquito. Yo no sabía ni cuántos años tenía, pues. Era chiquito. Pero miro la tribuna y estaba pateando una pelota. Y a mí me faltaba uno. Entonces yo le hacía señas al referí que me esperara. Lo esperaba que llegue. ناس كتير قالت ان ميسي شخصيته ضعيفة، بس الحقيقة هو بس مش بيحب يزعق. هو نوع نادر اللي بينافس بصمت، اللي بيرد برجله في الملعب مش بكلامه. وده جزء من عبقريته النفسية، انه ما كانش محتاج يقول انا هنا، الكرة كانت بتقول عنه. في عالم كله دوشة، الهدوء بيبقى صمت عالي جدا. حصلت نكسة ورا نكسة في المنتخب، خسر كوبا امريكا وخسر نهائي كاس العالم، اتهاجم وبعدها اعلن اعتزاله اللعب الدولي. الدنيا كلها اتصدمت، بس الحقيقة ميسي كان إنسان قبل ما يكون لاعب. الضغط والإحباط الهجوم كسروا فيه حتة، بس المفاجأة رجع بعدها ورفع كوبا أمريكا قدام الناس اللي شككت فيه. الرجوع بعد الانهيار مش ضعف، ده أوقات بيكون أقوى قرار في حياتك. بعد أكتر من 20 سنة في برشلونة، ميسي اضطر يمشي مش بإيده، لأ، ده بسبب قوانين مالية ونظام النادي، وده كان من أصعب الأيام في حياته. بس راح باريس وكسب جمهور جديد، وبعدها راح أمريكا ولسه بيلعب ولسه بيصنع البهجة. اللي بيفقد بيته ساعات بيكتشف إنه قادر يبني بيوت تانية في كل مكان. Y la abuela dice, prestáselo. Bueno, me lo prestaron. Por ahí viene una pelota por el lado de él y le pasa por la derecha. Y la miró pasar y ni se movió. Bueno, después viene otra jugada y viene la pelota y le cae para la... وفي النهاية أحب أقولك، ميسي مش بس لاعب كورة، ده حكاية إنسانية عن الصبر والمقاومة والتقبل والموهبة اللي متستسلمش. طفل ما كانش بيطول، بس حلمه طلع أطول من أي حاجة. مش لازم تبقى قوي من الأول، بس لازم تؤمن إن الضعف مش نهاية القصة. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها.